على المستوى الوطني منذ فاتح يناير الجاري انطلق برنامج الدعم المباشر للسكن، وأطلقت معه المنصة الرقمية دعم السكن لفتح باب التسجيل أمام المواطنات والمواطنين الذين لهم أحقية الاستفادة من هذا البرنامج الجديد الذي يستهدف الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم للحصول على سكن لائق. روبورتاج من المحمدية لليلى عسلي ومحمد العروي. سكن لا يتجاوز ثمن شرائه 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وأن يتوفر السكن المقتنع على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 هي شروط من بين الثلة وضعت للاستفادة من الدعم المباشر للسكن. برنامج انطلقت عملية إيداع طلبات الاستفادة منها عبر المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني دعم سكن. برنامج لقي استحسانا نظرا لأنه يندرج في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. الدعم مزيان، زعما الواحد ياخذ بحال الناس دابا كاين اللي عنده يلا داك الشيء على قد الحال، كاين اللي غيشري بهذا بلا ما ياخذ كريدي. هادشي باش مزيان الناس فرحانين به. مازال كنقلب على السكن هذاك المناسب، هذاك دخلت هذاك التطبيق ولكن مازال ما لقيت السكن المناسب. دابا كنقلب، وهذه واحد البادره اللي مزيانه لهذوك المواطنين اللي يقدروا اي واحد باغي سكن ولا باغي شي حاجه يقدر يلقى السكن المناسب. دعم مالي مباشر توفره الدوله لمقتني مساكن مخصصه للسكن الرئيسي. برنامج يروم كذلك الى انعاش القطاع العقاري، ومن اجل تامين المعامله العقاريه ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين خصصت منصه امنه تابعه لهيئه الموثقين، فدور الموثق ينطلق بتحرير عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية. هذاك الدعم المباشر قبل ما نتوصلوا به كيخص التأكد ديال الموثق من صلاحية ديال الملف، بأن العقار يمكن له يستفاد من هذاك الدعم المباشر وكذلك المواطن. من بعد الحصول على الدعم المباشر كان نخليو عنا حتى نوقعوا على العقد البيع النهائي، ومن بعد التوقيع على العقد البيع النهائي نديروا عمليه ديال الرهن لفائده الدوله. هذا في سكن فيه دعم مباشر للمواطن اللي هو السكن ديال 300 ألف درهم وديال 700 ألف درهم، ولكن كنظن على انه هذه الانطلاقات دارت في 2024 والناس اللي مسموح لهم باش يسوقوا هذا السكن هما الناس اللي عندهم رخصه السكن ديال 2023، وكنظن على انه من 2024 لفوق ان شاء الله غادي يخرج هذا المنتوج لحيز الوجود. وللتذكير فحسب برنامج الدعم المباشر للسكن حدد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء الأستاذ والخبير الاقتصادي رضوان زهرو. مرحبا بكم أستاذ. بداية، ما أهمية دعم السكن بالنسبة للطبقتين ذات الدخل المنخفض والمتوسط؟ أولا لابد من التذكير أنه يوم 17 أكتوبر من السنة الماضية ترأس جلالة الملك جلسة عمل خصصت لمجال الإسكان والتعمير. قدم خلال هذه الجلسة الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي نحن بصدده، وهو الدعم المباشر للسكن. إذا اليوم نشهد التنزيل الفعلي للإرادة الملكية لتعزيز قدرة المواطنين والمواطنات، خاصة ذوي الدخل المحدود، وأيضا الطبقة الوسطى، قدرتها على التملك وعلى الولوج إلى سكن لائق. إذن اليوم نحن نشهد استمرار بل مواصلة بل استكمال لعدد من البرامج الناجحة على العموم التي مكنت الملايين من المغاربة على مدى عقدين كاملين بدعم من الدولة من الولوج إلى سكن لائق. اليوم نحن أمام برنامج جديد بمقاربة جديدة، أهداف جديدة،
وأيضا شروط ومستفيدين جدد. هذا البرنامج أستاذ زهرو في هذا الإطار ارتباطا بهذا المعطى أن يدعم أستاذ زهرو القدرة الشرائية نعم، ارتباطا بهذا المعطى أستاذ، ما الآثار المنتظرة لبرنامج دعم السكن على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاعي العقار والبناء بشكل خاص؟ نعم، الآثار المنتظرة كثيرة جدا. أولا على النمو، على التشغيل، على المنافسة، مما سينعكس إيجابا على الأسعار وعلى الجودة كذلك. ثم لا ننسى على أنه هذا اليوم سيصبح السوق هو المحدد الأول والأخير، بدل مثلا نظام اتفاقات الذي كان معمولا به بين الدولة وبين المنعشين، والذي كان يؤاخذ عليه ضعف الشفافية وأيضا الحكامة الجيدة وفي أحيان كثيرة تكافؤ الفرص. أيضا بالنسبة لقطاع الإسكان، هذا سيحفز القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا رأس المال الأجنبي، لأنه سيزداد من دون شك الطلب على السكن وبالتالي العرض على السكن. أيضا بالنسبة لقطاع البناء، لا شك أنه سيعرف تلك الانتعاشة الأولى ديالو المعهودة، خاصة ما يتعلق بالتأثير الإيجابي على القطاع الصناعي من خلال إنتاج مواد البناء، أيضا على التأثير على المهن والخدمات المرتبطة بشكل مباشر بقطاع البناء. ثم أيضا لا شك أن هذا سينعش أيضا القطاع البنكي من خلال رفع من وتيرة القروض الممنوحة. وهنا لا بد من القطاع البنكي أن يقوم بمجهود أكبر في اتجاه أولا الشروط تكون أخف، ضمانات أقل، ومعدلات الفائدة أيضا تكون أقل. أيضا اجتماعيا لا ننسى أنه من الناحية الاجتماعية هذا البرنامج سيمكن من تفادي أولا النمطية في البناء، التماثلية في السكن، وخاصة عندما ستوسع دائرة المستفيدين، ستوسع دائرة الاختيار أمام الراغبين في اقتناء سكن. وهذا سيمنع حصر وتجميع فئة من المجتمع في بنايات بمعزل عن تلاقح والاندماج مع الطبقات الأخرى. أيضا هذا البرنامج من شأنه أن يصحح الاختلال على المستوى الجهات. نعم، نشكركم أستاذ والخبير الاقتصادي رضوان زهرو على مشاركتكم، كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء.